بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة الثالثة من برنامج مسابقات العشر من ذي الحجة. بداية أرحب بكم جميعا، وأرحب بمن يصحبني في تقديم هذا البرنامج أخي وزميلي عبد الرحمن. حياك الله عبد الرحمن. حياك الله أنس. أرحب بكم أيضا أيها السادة المشاهدون مرة أخرى، حلقة جديدة من برنامجكم المعتاد. نذكر بطريقة سير البرنامج، سنتكلم معكم عن شاعر أو شاعرة من شعراء الإسلام، ونذكر فضائلها ومناقبها أو فضائله ومناقبه، ونذكر بعضا من أشعاره. ستستطيعون من خلال هذه الحلقة التعرف على الشاعر، والسحب يومي بإذن الله في نهاية الحلقة عن طريق الاتصالات جائزة وقدرها $150، وعن طريق الفيسبوك والكومنتات جائزة وقدرها $100. نعم. طيب أخي عبد الرحمن، قبل أن نبدأ في موضوع أو شاعرنا لهذا اليوم، دعنا ننبه تنبيه بسيط قبل أن نبدأ هذه الحلقة. نعم. سيتم بإذن الله عز وجل إعادة سحب الفائز معنا أمس عن طريق التعليقات في الفيسبوك بسبب تكرر الفائز في الحلقة الأولى والحلقة الثانية، وسيكون السحب بإذن الله عز وجل في نهاية الحلقة بإذن الله. سيكون لنا اليوم بإذن الله 3 جوائز، الجائزتين اللي هي الاتصال، وجائزتين عبر التعليقات أمس واليوم بإذن الله عز وجل. نعم. طبعا هذا نظر لسياسة البرنامج أن لا يستطيع الفائز أنه يشارك مرة أخرى. ستكون لدينا جائزتين بإذن الله السادة المشاهدين، 3 جوائز عفوا، جائزتين عن طريق الكومنتات، سحب البارحة وسحب اليوم، وجائزة عن طريق الاتصالات المباشرة. طيب. لعلنا عبد الرحمن اليوم نبدأ بالشاعر ونفتح مجالات الاتصال. نعم. ودنا تكون الاتصالات اليوم كثيرة، وودنا نعطي مجال لاستقبال المشاركات والاتصالات. طيب، اليوم أخي عبد الرحمن سنتحدث عن شاعرة وليس شاعر. جميل. فاليوم بإذن الله سيكون عندنا شاعرة وليس شاعر كما كانت بالحلقات السابقة، لكن الشاعرة لهذا اليوم هي نادرة وعظيمة جدا، وهي بالمناسبة صحابية جليلة أيضا. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منها أن تنشد أشعارها ويستزيدها بقوله هي يا فلانة، ويستزيدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هي يا فلانة، أي زيديني يا فلانة إعجابا بشعرها، وكان يومي بيده دلالة على إعجابه بشعرها. ولها طبعا لقب اشتهرت فيه كثيرا، وقد اشتهر أكثر من اسمها. لقبها مشتهر أكثر من اسمها. ولعلنا ننوه المستمعين الكرام والمشاهدين أنه لا بأس بالإجابة باسم الشاعرة أو بلقبها، لا يلزم اليوم المشاركة أن تأتي باسمها، فلا بأس أن تأتي بلقبها لأنه هو أكثر شهرة من اسمها. نعم. ولعل هذه الشاعرة اشتهرت قصائدها، وكانت لها قصائد كثيرة، لكن أكثر ما اشتهر لها رثاؤها لأخيها صخر. نعم. كان لها أخ اسمه صخر، وقد توفى في حرب أو ما إلى ذلك. نعم. وكتبت فيه قصائد عدة وقصائد كثيرة كلها في رثائه، وكان أخا مقربا لها،
والقصائد هذه نمت على حب وقرب بينهما شديدة. وكان لها بالمناسبة أيضا أخ ثاني اسمه معاوية، وقد توفى أيضا وكتبت فيه قصائد. يعني عاب عليها النقاد هذا، أن قصائدها في معاوية أخيها ليست كقصائدها في صخر. والحقيقة أن قصائدها في معاوية جميلة وكثيرة، لكنها ليست في ذاتها، ولكنها ليست بالمقارنة مع قصائد الرثاء في صخر، إذ كان لأخيها صخر عندها مكانة عظيمة. نعم. ايضا دام انك فتحت اخي عبد الرحمن رثاء اخيها صخر، لعل اشهر ما قالت هذه الشاعره في رثاء اخيها صقر او صخر بيتا قد سار بين الناس مضرب مثل. نعم. البيت اللي ساذكره صار بين الناس مضرب مثل، واشتهر كثيرا في قوله: وان صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. نعم. جميل جميل. ولعلها أيضا من الأبيات الشهيرة. طبعا قصائدها في أخيها كثيرة وكلها جميل وكلها حكم وكلها أمثال، لكن لعلنا نذكر هذه الأبيات وهي من جميل ما ذكرت. وأذكر في هذا أن والدي يحب هذه القصيدة كثيرا. نعم. يقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، فيا لهفي عليه ولهف نفسي، فيا لهفي عليه ولهف أمي، أيصبح في الضريح وفيه يمسي. نعم. الله. طيب أخ عبد الرحمن، ما شاء الله الاتصالات بدأت تتوافد بشكل مبكر اليوم. نعم. نستقبل أول اتصالاتنا لهذه الحلقة. نقول السلام عليكم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. اشتغل. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. من معي؟ من تكلمين يا أختي الفاضلة؟ ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الو. السلام عليكم أخي الفاضل. طيب، لعلنا في حال يجهز الاتصال. فكان يقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا، كانت تقول هذه الشاعرة، وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. الله. وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي، فيا لهفي عليه ولهف أمي، أيصبح في الضريح وفيه يمسي. طبعا القصيدة طويلة والكلام فيها كثير. لعلنا ناخذ اتصال قبل الحديث عنها. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الفاضل. اسمك الكريم ومن وين تكلمنا؟ معك أسامة إدريس من اسطنبول. أسامة إدريس من اسطنبول. هل تعرفت على هذه الشاعرة لهذا اليوم؟ نعم، هي الصحابية الجليلة الخنساء. الصحابية الجليلة الخنساء. شاكر لك اتصالك ويحالفك الحظ معنا إن شاء الله. دعنا أخي عبد الرحمن نستقبل اتصالا آخر ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الفاضل. اسمك ومن معي؟ من وين تكلمني؟ عفوا. أكلمك من تركيا اسطنبول، منصور زينو. منصور زينو، يا مرحبا. حياك الله أخي منصور. تكلمني من اسطنبول صحيح؟ نعم. هل عرفت نعم. الشاعرة لهذا اليوم؟ إيه إن شاء الله. الخنساء. نتمنى لك حظا طيبا أخي منصور، ويحالفك الحظ بإذن الله عز وجل معنا وتفوز في هذا اليوم بإذن الله عز وجل. نعود لاتصال آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أختي فاضل من وين تكلمين والاسم الكريم؟ أم عبد الرحمن من الرياض. أم عبد الرحمن من الرياض. تعرفتي على الشاعرة لهذا اليوم؟ الخنساء. الشاعرة الخنساء. شاكر لك هذه المشاركة، يحالفكم الحظ إن شاء الله، ونتمنى لك التوفيق. دعنا أخي عبد الرحمن ننتقل إلى اتصال آخر ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الفاضل. من معي؟ من وين تكلمني؟ أم محمد من اسطنبول.
أم محمد من اسطنبول، حياك الله أختي أم محمد. هل عرفتي الشاعر لهذا اليوم؟ بارك الله فيك. الشاعرة الخنساء رضي الله عنها. الخنساء رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا أختي أم محمد، ويحالفك الحظ إن شاء الله وتفوزين معنا بالجائزة اليوم بإذن الله. نعم. والى اتصال اخر. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من وين تكلمني يا اخي الفاضل؟ ريان محمد عبد الله، اسطنبول. ريان محمد عبد الله من اسطنبول. هل تعرفت على الصحابي لهذا اليوم اخ ريان؟ ايه من؟ الصحابية الخنساء. الصحابية الخنساء. شاكر لك هذه المشاركة ويحالفكم الحظ إن شاء الله. دعنا أخي عبد الرحمن ناخذ اتصال أخير. نقول السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الفاضل. من معي ومن وين تكلمني؟ معك عمار محمد من اسطنبول. عمار محمد من اسطنبول. حياك الله أخ عمار. هل عرفت الشاعر لهذا اليوم؟ الله يسلمك. إيه عرفت الشاعر الصحابية الجليلة الخنساء. الصحابية الجليلة الخنساء. نتمنى لك حظا طيبا أخي عمار، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله عز وجل اليوم. نستمر في استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان. للحديث بقية فابقوا معنا، ولكن بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحمة الله بعباده أن جعل للطاعات أياما ومواسم معلومات، ومن هذه المواسم 10 ذي الحجة، فيستحب فيها الإكثار من الطاعات والنوافل كالحج والعمرة والصيام والمحافظة على الصلاة والصدقة وكثرة التكبير والتحميد والتهليل وقراءة القرآن وتعلمه وغيرها من أعمال الخير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن أهم هذه الأيام يوم عرفة. ومن فضل هذا اليوم على سائر الأيام أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على بني آدم، واليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران، وهو يوم عيد لأهل الموقف بعرفة. شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه لغير الحاج، فقال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل القصير. أخي عبد الرحمن، دعنا نستكمل الحديث عن شاعرتنا لهذا اليوم. نعم. ذكرت أبيات جميلة لعلنا نستكمل الحديث.
بعد أن نأخذ هذا الاتصال بإذن الله عز وجل. تفضل. نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. هل تسمعني يا الو فاضل؟ الو. ألو السلام عليكم. عليكم. حياك الله أخي الفاضل، هل تسمعني؟ استقبل اتصال آخر. طيب. الو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله أخي الفاضل، من معي؟ من وين تكلمني؟ معك سعيد ياسين من اسطنبول. حياك الله حبيبنا عم سعيد. هل عرفت الصحابي لهذه الحلقة أو الشاعرة؟ الصحابية الجليلة الخنساء رضي الله عنها. الخنساء رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا أخي سعيد، ويحالفك الحظ إن شاء الله وتفوز معنا بإذن الله. الو والى اتصال اخر. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. تسمعني اخي الفاضل؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو تسمعينا بس من التليفون وتقصرين على التلفزيون. الاسم الكريم من وين تكلمينه؟ قصر التلفزيون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم من وين تكلمين اختي الفاضلة؟ فريدة سعيد. معي؟ فريدة سعيد. فريدة سعيد. من وين تكلمين اخت فريدة؟ فريدة سعيد، بكلمك من الرياض. من الرياض. تعرفتي على الصحابي لهذا اليوم اخت فريدة؟ على الصحابية عفوا او الشاعرة. الصحابية الخنساء. الصحابية الخنساء. شاكرين لك هذا الاتصال وفالكم التوفيق. إلى اتصال آخر وضيفنا آخر نقول السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله أختي الفاضلة، من معي ومن وين تكلمني؟ معك آية صادق من السودان. الأخت آية الصادق من السودان. حياك الله أخت آية، هل عرفتي الشاعرة لهذا اليوم؟ نعم، الشاعرة الخنساء رضي الله عنها. الخنساء رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا أختي آية، ويحالفك الحظ بإذن الله عز وجل اليوم. والى اتصال اخر. الو سلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. تسمعني اخي الفاضل؟ السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. من وين تكلمنا واسمك الكريم؟ الله يحييك. أنا عبد الأول محمد سعيد. عبد الأول محمد سعيد. من وين تكلمنا أخ عبد الأول؟ نعم. من وين تكلمنا أستاذ عبد الأول؟ أنا من السويد. من السويد. أهلا وسهلا بك. هل تعرفت على الشاعرة لهذا اليوم؟ الله يسلمك. نعم، الخنساء رضي الله عنها. الخنساء. شاكرين لك هذا الاتصال أخ عبد الأول. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الفاضل، من معي من وين تكلمني؟ معك عبد الله الأهدل من اسطنبول. حياك الله أخ عبد الله، هل عرفت الشاعرة لهذا اليوم؟ أي نعم الشاعرة تماضر بنت عمرو رضي الله عنها. تماضر بن عمرو رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا أخي عبد الله، ويحالفك الحظ. وتلقب بالخنساء. عيد الاسم مرة أخرى. تماضر بنت عمرو وتلقب بالخنساء. عبد الله الأهدل. عبد الله الأهدل. نتمنى لك حظا طيبا أخي عبد الله، ويحالفك الحظ بإذن الله. ننتقل إلى آخر اتصال مستمعينا ومشاهدين في كل مكان. ألو سلام عليكم. ألو السلام عليكم. ورحمة الله. أهلا وسهلا أخي فاضل. اسمك الكريم ومن وين تكلمنا؟
تسمعني؟ الاسم الكريم ومن وين تكلمنا أخي الفاضل؟ ألو السلام عليكم، تسمعني أخي الفاضل؟ عليكم السلام. لعلنا فقدنا الاتصال. ألو السلام عليكم. طيب ألو السلام عليكم. لعلنا فقدنا الاتصال، نستقبل اتصال آخر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمك الكريم أخي الفاضل ومن وين تكلمنا؟ خالد القطب من اسطنبول. خالد القطب من اسطنبول. تعرفت على الشاعر هذا اليوم أستاذ خالد؟ الجليلة خنساء رضي الله عنها. الخنساء رضي الله عنها. طيب شاكر لك أستاذ خالد. السلام عليكم. نستقبل آخر اتصال، نقول السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الفاضل، من معي من وين تكلمنا؟ معك نبيل أمين علي من اسطنبول. حياك الله أخي نبيل. هل عرفت الشاعر هذا اليوم؟ الله يحييك. اي نعم، الصحابية الجليلة الخنساء رضي الله عنها. الصحابية الجليلة الخنساء رضي الله عنها. أتمنى لك حظا طيبا أخي نبيل. نبيل أمين من اسطنبول. نبيل أمين علي. نعم. طيب بعد هذا الكم الهائل من الاتصالات أخ أنس، نعود لنذكر بالهدف الأساسي من هذا البرنامج وهذه الأيام الفضيلة التي من الله علينا بها. طيب لما كان لله سبحانه وتعالى هذا الفضل علينا في أن أعطانا مثل هذه الأيام الفضيلة وحثنا على العمل فيها، وجب علينا نحن كمسلمين بعد أن من الله علينا بهذا أن نشكره على ما أعطانا إياه. فلذلك شكر النعمة. ولكن إذا تساءل المرء قبل هذا، إذا تساءل المرء ما هو الشكر أو كيف للمرء أن يشكر هذه النعمة، فنقول أن المسلم حلي به أن يشكر كل من قدم إليه خير، وفي ذلك يقول الشاعر: من يفعل الخير لا يؤدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. فلما كان على المرء أن يشكر كل من قدم إليه خير، كان حري به أن يشكر الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذه الأيام. وأما شكر الله فيتحقق بالاعتراف بالنعم والتحدث بها واستخدامها في طاعته عز وجل. فهذا المقصود من شكر النعمة التي أعطانا إياها الله سبحانه وتعالى. أما كلمة شكر فهي الجزاء على الإحسان والثناء الجميل على من يقدم الخير والإحسان. وكانت هذه مما لا شك فيه خلقا لازما لأنبياء الله صلوات الله عليهم. يقول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. نعم. جميل أخي عبد الرحمن. أيضا إضافة إلى كلامك أخي عبد الرحمن، أن الشكر من أجل وأطيب الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم. الشكر شيء جميل جدا يجب أن يتصف به المسلم، وهي أيضا من مكارم الأخلاق. أيضا لو نذكر أن من أسباب دوام النعم ودوام النعم هو شكر الله عز وجل. يقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذه دلالة واضحة على أن الشكر يديم النعم. وأيضا من ضمن الأمور في الشكر هو كما ذكر أخي عبد الرحمن هو شكر الله عز وجل. وشكر النعم إذا شكرت الله أنها بقت النعمة عندك. نعم. ولو تطرقنا في هذا إلى أهمية شكر النعمة، فيجب أن نعلم أن الشكر من الإيمان، وكما ذكرنا أنه من أخلاق الأنبياء. وقال في هذا العلماء أن الشكر نوعان: أن الإيمان نصفان: صبر وشكر.
وذلك لعظم الاتصاف بهما واستنادا في هذا، أقصد قول العلماء أن الإيمان نصفان شكر وصبر، استندوا بهذا إلى قوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نعم. أيضا والشكر أخي عبد الرحمن هو طريق لرضا الله تعالى عز وجل، ومعنى الرضا أنه هو المداومة على شكر الله تعالى، المداومة على شكر الله تعالى وعلى نعمه. هذا بحد ذاته هو طريق لقبول الله لهذا الشكر لعبده. فقال الله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. متابعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير ونعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن رهي الله نبارته سناي تقبار زقبرلو فلوت معلتن وانن بمقباري أبز اوان زي عسرت معلتتات ناي ورحي ذو الحجائين أبقاتن تأزاز الله مفتامن سناتات مبزحن يفتو كم حجي عمران صوم صلاة مسجادن سلقة مصوات مهابن تكبير تحميد تهليل كتب الزحي فتو كم اون قرآن مقرأن ممهارن كالق صبق سراحن مسرحن. ابن عباس رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم كمزي إلوم يبل كاب كالق معلتتات ناب الله استفتوا إذن نايزو الحجة عسرت معلتتات كوينن كاب أن العلي زي سرح لن معلتتات يلن كمز دما إلوم حتيتم ولا جهاد في سبيل الله ولا جهاد في سبيل الله بزيك حدثب لجهاد بنفسون نبرتون كيدو فتسمو زيت ملسه ترميزي زي محلالفو إتا قندي معلتي دماني عرفة معلتيا زا معلتي عرفة كاب كالوقت معلتتات اتبل تصلو مخنيات الله كاب قدام قال كدان زوصلو معلتيو إذا معلتي زي ناي الله هيمانوت زملا قالو معلتين تسققو ننبينا نهزبون زتمملون إيو إذا معلتي زي ناي حاتيات محرت كاب جهنم مدحانن أب عرفة نزلو معلتي عيديو نبينا صلى الله عليه وسلم نتي أب حاج زي اللسب معلتي حج تصومو إلوم كم زدما إلوم تصوم معلت عرفة نايز حلفت عامتن نايت متس عامتن مغفرة كقبر لنا الله نلمن مسلم زمزقبو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زبلت دعاء أم معلت عرفة أنن اتم زحالفو نبيات زبولو بزيك حادي الله بحق يهن جزء زقبأنا كالأملاخ يلن شركة زي بلو نقسنا ناتو مزقانا نعوو قبل علي كله كإلت زلويو. إريتريا عبي تاريخ زلوة هاجريا بمكران بمسوأتن بعوتاتن زحالفت اسكي نزي عبي تاريخنا جنسيلنا نمرأي تاريخ إريتريا أب تحت زبل مدب أب سلام تلفزيون يراخبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحمة الله بعباده أن جعل للطاعات أياما ومواسم معلومات، ومن هذه المواسم 10 ذي الحجة، فيستحب فيها الإكثار من الطاعات والنوافل كالحج والعمرة والصيام والمحافظة على الصلاة والصدقة وكثرة التكبير والتحميد والتهليل وقراءة القرآن وتعلمه وغيرها من أعمال الخير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن أهم هذه الأيام يوم عرفة. ومن فضل هذا اليوم على سائر الأيام أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على بني آدم، واليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران، وهو يوم عيد لأهل الموقف بعرفة. شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه لغير الحاج، فقال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مسلمون دعاة سلام، نهجنا حب ووئام، نلتقي برحاب الله والأخوة في الإسلام. مسلمون دعاة سلام، نهجنا حب ووئام، نلتقي برحاب الله والأخوة في الإسلام. بلد العليا مجدك يحيى، بلد العليا مجدك يحيى، يا إريتريا. مسلمون بكل يقين، إخوة وحدنا الدين. مسلمون بكل يقين، إخوة وحدنا الدين. صفنا بالله متين، صفنا بالله متين. دربنا درب بسام، دربنا درب بسام. مسلمون دعاة سلام، نهجنا حب ووئام، نلتقي برحاب الله والأخوة في الإسلام. بلد العليا مجدك يحيى، بلد العليا مجدك يحيى، يا إريتريا. مسلمون وطنيون في العلا إريتريون، مسلمون وطنيون في العلا إريتريون. نعشق الوطن الميمون، نعشق الوطن الميمون. نبتني فيه الأحلام، نبتني فيه الأحلام. مسلمون دعاة سلام، نهجنا حب ووئام، نلتقي برحاب الله والأخوة في الإسلام. بلد العليا مجدك يحيى، بلد العليا مجدك يحيى. ኤሪትሪያ ዓብይ ታሪክ ዘለዋ ሃገር እያ። ብመከራን ብመስዋዕትን ብዓወታትን ዝሓለፈት። እስኪ ነዚ ዓብይ ታሪክና ገንፂልና ንምርኣይ ታሪክ ኤሪትሪያ ኣብ ትሕቲ ዝብል መደብ ኣብ ሰላም ቴሌቪዥን የራኸበና። بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من رحمة الله بعباده أن جعل للطاعات أياما ومواسم معلومات، ومن هذه المواسم 10 ذي الحجة، فيستحب فيها الإكثار من الطاعات والنوافل كالحج والعمرة والصيام والمحافظة على الصلاة والصدقة وكثرة التكبير والتحميد والتهليل وقراءة القرآن وتعلمه وغيرها من أعمال الخير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن أهم هذه الأيام يوم عرفة. ومن فضل هذا اليوم على سائر الأيام أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على بني آدم، واليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران، وهو يوم عيد لأهل الموقف بعرفة. شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه لغير الحاج، فقال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والفؤاد ذاتي. مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، عدنا لكم من جديد مع آخر فقرات هذا اليوم والسحب على الفائز معنا بمسابقة اليوم وسؤال اليوم. نبدأ طيب. معك يا خانس. دانا أخو تحان، نبدأ بإعادة السحب لحلقة أمس. نعم. ونذكر بأنه تم إعادة السحب بسبب تكرر الفائز، وبإذن الله عز وجل يحالفهم الحظ من جديد بإذن الله عز وجل. نذكر بالجائزة يا عبد الرحمن، وهي $100. نعم، للرسائل أو الكومنتات عبر الفيسبوك. نبارك للفائز معنا في هذا اليوم. أخي عبد الرحمن، لو تحط هذا من عندك. طيب تفضل. الفائز ميمي نور، الفائز معنا بسحب أمس عبر الكومنتات الأخت ميمي نور عبر الفيسبوك. زهير، نبارك لها هذا الفوز. طيب ننتقل لسحب اليوم. نبدأ بسحب الاتصالات، ونذكر بالجائزة قيمتها $150. الشاعرة هذا اليوم كانت الخنساء، وكان معظم الإجابات صحيحة ما شاء الله تبارك الله، جميع الإجابات ما شاء الله صحيحة. نعم الحمد لله تبارك الرحمن. الأخ عبد الأول محمد سعيد من السويد، مشاركنا عبد الأول، لو تعرضهم عندك أخي أنس. عبد الأول محمد سعيد من السويد، ألف مبروك أخي عبد الأول من السويد. جائزة بقيمة $150. ألف مبروك أخي عبد الأول، ألف مبروك. الفائز معنا $150. ألف مبروك أخي عبد الأول. دعنا أخي عبد الرحمن أجل
ما شاء الله تبارك الرحمن. يبدو التعليقات اليوم على الحلقة كثيرة جدا. نعيد أن جائزة التعليقات عبر الفيس قيمتها $100. ونبدأ بالسحب أخي عبد الرحمن. نبارك للفائز معنا في هذا اليوم، وسأدع الإعلان عند أخي عبد الرحمن. تفضل أخي. الله يعطيك العافية. معنا الفائزة لهذا اليوم أسيل موه، أو كما كتبت الأخت أسيل موه، الفائزة معنا لحلقة اليوم من المشاركات عبر الفيسبوك. الأخت أسيل موه، واضح يا مخرجنا؟ طيب، الأخت أسيل موه أو أسيل MOH كما هو مكتوب، وجائزة الحلقة $100. هذه جائزة المشاركات. نعم، الأخت أسيل موه، نبارك لها هذا الفوز. ويحالفكم الحظ مستمعين ومشاهدين الأفاضل في كل مكان مرة أخرى. للحديث بقية والمشوار معكم يطول مستمعين ومشاهدين في كل مكان. ترقبونا، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة لهذا اليوم. شاكر لك أخي أنس. حياك الله أخي عبد الرحمن، والشكر موصول لكم متابعينا الكرام على اتصالاتكم وعلى رسائلكم وأجوبتكم عبر الفيس. ونعتذر عن من لم يحالفه الحظ في هذا اليوم، وبإذن الله عز وجل يحالفكم الحظ في الحلقات القادمة. لا نقول وداعا، ولكن إلى اللقاء غدا في تمام الساعة 4:30. كونوا في الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذات الحياة